السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في مطبخ نسيلياكي. أحضر غذائي بنفسي. اخترت لكم اليوم وبمناسبة عيد الأضحى المبارك كيفية تحضير بوزلوف في الفرن. تبعوا معايا طريقة التحضير. أبدأ بالمقادير. عندي بصلة كبيرة مقطعة و5 فصوص ثوم كبار وربطة صغيرة معدنوس، ربطة صغيرة كزبرة دبشة، أيضا حبة طماطم كبيرة قطعتها بهذه الطريقة. نضيف الآن التوابل: زنجبيل، فلفل أسود، فلفل أحمر حلو وفلفل حار، الكمون والملح. طبعا انتم اختياري، تقدروا تضيفوا إضافات أخرى. نزيد أيضا زيت الزيتون 4 ملاعق مملوءة، 4 ملاعق كبيرة مملوءة. نخلط مليح. نجيب الآن بوزلوف، راني غليته في الماء مع الثوم مسكرفجة وشوية كمون. بعد ما غلا وبرد نقيته من العظم الا الكرعين او الارجل. الكرعين هادو خليتهم هكذا، حنا نحبوهم هكذا. طبعا نتوما تقدروا تنقيوهما ايضا، تخليو غير تنحيو العظم. نخلط الان بوزلوف تاعي في الخلطه هذه كامل. نحاول ندخل مليح. نفرغو كامل، نخلطو مع بعضو احسن. بعد ما خلطتهم مليح نجيب ايضا هادو المصارن الزرمين، غليتهم ايضا. بعد ما بردوا عصرتهم وصفيتهم وعاود حطيتهم هنا مع بوزلوف. نجيب ايضا صينيه اخرى كبيره، نحط لها الزيت اولا، ندهنها بزيت الزيتون، ونحط الان بوزلوف تاعي. فرغه كامل. نسقمه مليح بهذا الشكل. نجيب ورق الالومنيوم ونغطيه مليح باه البخار تاعو يبقى لداخل ما ينشفش. الفرن راه يسخن على درجه 200. نحطو هنا في الوسط ونخليه يطيب. بعد ربع ساعه نجبدو نعاود نقلبو. بوزلوف تاعي راني جبدته من قبل، بعد ما كملوا ربع ساعه قلبته كامل. والان راح نزيد له شويه ماء. طبعا اللي يحبوا فيه المرق يضيفوا الماء مثلي، واللي يحبوه ناشف يخليوه هكذا. اذا الماء راهو غلا، الماء مغلي حوالي كأس ونصف، راني راح نضيفه الان كما تلاحظون. اضيف الان فلفل الحار للنكهه. اللي يحبوا الحار يقدروا يقطعوه مثل البصل او الطماطم، واللي يخافوا اللي يوجعهم يخليوه هكذا مثلي للنكهه فقط. نغلق عليه ونرجعه يطيب مره اخرى. نرجعه الان للفرن، لكن حنهبطه الان للاسفل حوالي نصف ساعه يكون جاهز باذن الله. شوفوا الان بوزلوف تاعي اللي طاب في الفرن، شوفوا كيفاه جاني طري ما شاء الله. والبنه خلي برك جربوه وتعرفوا البنه. نتمنى تعجبكم طريقتي في التحضير وتنال اعجابكم الوصفه، والى لقاء اخر ان شاء الله، وشهيه طيبه.